بيان لرأي العام. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. الإسلام دين الله الذي ارتضاه للناس كافة، خاتما للشرائع السماوية، متمما به مكارم الأخلاق، ومراعيا به فطرة الإنسان وكرامته، قاصدا إلى تحقيق المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، والتي منها حفظ النفس البشرية. حرم الاعتداء عليها بأي صورة من الصور، سواء بالقتل أو الاعتداء أو الإيذاء أو الاغتصاب والشتم. إن الجريمة التي طالت الطفلة في العاشرة من عمرها في مدينة عفرين المحتلة من قبل مرتزقة الاحتلال التركي ما هي إلا دليل على الفكر الهمجي، حيث قدم زعيم فرقة العمشات التابعة للاحتلال التركي والذي يدعى أحمد ممدوح على اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات أثناء مرافقة والديها في الطريق ذهابهم إلى عفرين في ناحية الشيخ حديد، وقد لذ بالفرار بعد ارتكاب جريمته. إن العالم أعمى وأصم وأبكم عن كل ما يجري في عفرين، عن كل التجاوزات التي تطال الأطفال والنساء، وكل هذا تحت مسمى الإسلام، وكل أعمالهم القذرة لا تمس الإسلام ومبادئه الإنسانية وأخلاقية. نريد من الجميع أن يضعوا أنفسهم في مكان والدي الطفلة. هل سيتحملون صراخها؟ هل عرفوا مدى الألم الذي طال جسدها الصغير؟ هل شعروا بتلك الروح الصغيرة التي لم تعرف من الحياة شيئا؟ هل عاشوا لحظة الإهانة التي مرت بها؟ إننا مكتب المرأة في المؤسسة الدينية في مدينة منبج وريفها نرفع صوتنا إلى العالم بشكل عام والعالم الإسلامي بشكل خاص، إن ديننا بريء من هذه التجاوزات الهمجية للإنسان وكل ما يقوم بها مرتزقة الاحتلال في عفرين من خطف ونهب وسرقة واغتصاب بحق المدنيين العزل في عفرين وقراها. لازال نطالب كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية للوقوف في وجه الاعتداءات التي تطال شعبنا في عفرين. انظروا إلى أطفال عفرين، انظروا إلى ضحايا الاحتلال التركي. أنتم من تنادون بالسلام وتنادون بحقوق الإنسان، أين أنتم اليوم من هذه الجريمة الشنعاء؟ أين أنتم من القهر والظلم الذي يعانيها أطفال عفرين؟ مكتب المرأة في المؤسسة الدينية في منبج وريفها، تاريخ 8/5/2023.